أساسيات كالي لينكس. في درسنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى نتعلم كيفية عمل المشاركة ما بين الكالي لينكس وما بين الويندوز الخاص بنا. لدينا طريقتين، الطريقة الأولى السهلة والبسيطة، مثلا هي أن تقوم بأخذ مثلا نسخة من الملف المراد من داخل ويندوز الخاص بك وعمل لصق إلى داخل أو نقل إلى داخل الكالي لينكس، أو عمل كوبي من داخل الكالي لينكس ومن ثم أيضا عمل لصق مثلا ونقله أيضا إلى داخل الويندوز الخاص بك. هذه الطريقة الأولى. الطريقة الأخرى والتي هي أهم هي عبارة عن عمل مشاركة ما بين هذا الكالي لينكس وما بين الويندوز 10 عن طريق السامبا أو السيرفيسز الخاصة بالسامبا. لاحظ معي بالشكل التالي. أول جزئية سوف أقوم بعمل مثلا مجلد بالشكل التالي، create folder نسميه مثلا يمن بهذا الشكل، وبداخل هذا اليمن نفترض لدينا مثلا ملف جديد بهذا الشكل. الملف هذا عبارة عن ملف نصي مثلا x.txt بهذا الشكل. لدينا هذا الملف بهذه الطريقة. طيب، في حال حبينا أن نقوم بعمل مشاركة لهذا الملف أو هذا المسار، أول جزئية سوف نقوم بالدخول إلى داخل التيرمينال والدخول بصلاحية روت بالشكل التالي، والدخول بحساب يوزر أو الروت الخاص بنا لكي نقوم بعمل مشاركة. أول جزئية سوف نتوجه إلى المسار الذي يدعى سامبا بالشكل التالي، هذا المسار الخاص بالإعدادات الخاصة بالسامبا. سوي ليست وعرض البيانات. لاحظ أنا عندي ملف يدعى smb.conf أو configuration. هذا الملف يهتم أو يختص بعمل إعدادات، لكن أنا سوف أقوم بحذف هذا الملف بالشكل التالي، حذف نهائي، وسوف أقوم بإضافة ملف جديد يحوي على إعدادات جديدة خاصة بالإعدادات التي سوف أقوم بوضعها لعمل مشاركة. إذا سوف أقوم بعمل touch smb.conf بالشكل التالي. أضفنا ملف جديد بهذا الشكل. الجزئية الأخرى سوف أقوم بعمل تحرير لهذا الملف بالشكل التالي، وأقوم بعمل تحرير وإضافة الإعدادات الخاصة بي. أول جزئية سوف أقوم بإضافة التعريف sharing folder بالشكل التالي بهذه الطريقة. قمنا بعمل إضافة الشيرينج فولدر. الجزئية الأخرى سوف أقوم بتعريف الباث أو المسار المجلد الذي أريد أن أقوم بعمل مشاركة خاصة به. هذا المسار الذي هو مجلد يمن يتواجد في الهوم وفي اليوزر الذي يدعى كالي، ويتواجد أيضا في داخل المسار الديسكتوب بهذا الشكل، واسم المجلد يمن بهذه الطريقة. جميل جدا. الجزئية الأخرى سوف أقوم بعمل استعراض أو عمل أو تعريف أن هذا المجلد بالإمكان استعراضه بروز آبل، سويها يس، والخاصية read only بهذا الشكل بالإمكان أن أضعها أنه بهذه الطريقة، وأسوي كنترول إكس وعمل حفظ لهذا الملف بالإعدادات الجديدة. إذا تم بهذا الشكل عمل إعدادات جديدة لملف SMB. جميل جدا. الجزئية الأخرى بالإمكان يا شباب أن نقوم بعمل يوزر نيم وباسورد ومشاركة لهذه المشاركة بقيام أو بتنفيذ الأمر smb باسورد بالشكل التالي، وإضافة المستخدم مثلا روت بهذه الطريقة. سوف يطالبني بإدخال الباسورد الجديد، سوف أضعها أيضا روت بهذا الشكل. ريتايب نيو باسورد، أقوم بإدخال الباسورد مرة أخرى، روت أيضا بهذا الشكل. تم إضافة الخاصية بهذا الشكل. طيب، دعونا الآن نقوم بعمل تشغيل أو تفعيل لهذه خدمة SMB عن طريق إضافة الأمر التالي الذي يعمل على تشغيل خدمة SMB. طيب، ما هو الأمر الذي يعمل على تفعيل وتشغيل الأمر SMB؟ سوف نقوم بعمل ماذا؟ سيرفيس بهذا الشكل، سيرفيس و SMBD start بهذا الشكل. سوينا تشغيل الآن للمشاركة أو الخدمات الخاصة بالمشاركة. طيب، الآن كل ما علي فعله الدخول إلى هذه المشاركة عن طريق الاي بي الخاص بي، وأقوم بإظهار الاي بي الخاص بهذا الكالي لينكس بالشكل التالي، وأسوي كوبي بهذا الشكل. سوينا كوبي. أوكي. الشيء الآخر سوف أقوم بالذهاب إلى داخل الويندوز وتشغيل رن بالشكل التالي وإضافة سلاش وكتابة الاي بي الخاص بي. سوف يطالبني الآن بعمل تسجيل دخول لكي أقوم بعمل ماذا؟ بالدخول إلى المشاركة. قمنا بإضافة المستخدم روت والباسورد روت بالشكل التالي، وأقوم بالضغط على زر أوكي بهذا الشكل. لاحظ شيرينج فولدر، مجرد أن أقوم الدخول إلى داخل شيرينج فولدر لدينا الملف الذي يدعى x.txt بهذا الشكل. إذا بالإمكان الآن أن تقوم بعمل وضع الملفات في هذا المكان أو بعمل مشاركة ما بين الويندوز 10 وما بين الكالي لينكس. إلى هنا انتهينا. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.